بتبتدي حكايتنا بنقلب على الفيسبوك، وفجأة بنلاقي قدامنا منشور. المنشور ده يا ترى بتاع ايه؟ المنشور ده عبارة عن البنت دي بتحكي حكايتها، وحكاية غريبة جدا، مع حبيبها. فجأة كده وفي لمح البصر الناس كلها شافوا المنشور، بقوا يشيروه لبعض. الموضوع بقى حاجة جامدة جدا، لدرجة ان الناس بدأت انها تنزل صور حبيبها وارقام تليفونه وعنوانه، والموضوع كبر قوي. طب يا ترى حبيبها ده عمل لها ايه؟ وايه القصة اللي هي كتبتها والناس تفاعلت معاها للدرجة دي؟ لو عايزين تعرفوا بقية الحكاية خليكم معايا، وما تنسونيش في اللايك والتعليق والشير المكتين. ويلا بينا نفتح دكان الحكايات مع رول. ايه السبب اللي خلى الناس تتفاعل بالمنشور للدرجة دي، وكمان يبتدوا ننزلوا بيانات الولد؟ البنت اسمها سعاد، كتبت منشور بسيط جدا، قالت فيه إن هي كانت نازلة في رمضان علشان تتسحر، وقالت إن هي بينها وبين حبيبها كان في شوية مشاكل، ولكن مشاكل عابرة، وكانت نازلة عادي. صحابها قالوا لها تعالي نروح نتسحر بره، وكانت نازلة وراكبة عربيتها، فشفته ماشي جنبي بالعربية، وابتدى إن هو يزنق عليا بعربيته، لدرجة إن أنا وقفت في نص الطريق. طبعا الناس ما أخدوش بالهم من أي حاجة، ما أخدوش بالهم إنها نازلة مع صاحبتها تتسحر، ولا أخدوا بالهم من ميعاد السحور، ولا أخدوا بالهم كمان من إن هي بتقول أنا عندي مشكلة مع حبيبي ولا خطيبي ولا جوزي. يلا نكمل المنشور. وأول ما جه عليها راحت طبعا هي نازلة من العربية بتاعتها. لما نزلت من العربية بتاعتها لقت معاه آلة حادة، ما توقعتش إن هو يعمل فيها حاجة، ولكن هو عمل بالفعل، ضربها بالآلة الحادة في دماغها. وكان معاها واحدة صاحبتها في العربية، ابتدت صاحبتها طبعا بالموبايل تلقط الصور، يعني مش تروح ان هي تنقذ صاحبتها ولا توديها على المستشفى، لا خلينا نرجع للمنشور. وبعد كده ابتدت ان هي تصور فيها وتنزل على الفيسبوك. هتقولولي في الوقت اللي هي كانت غرقانة في دمها؟ اقول لكم في الوقت ده. وطبعا ابتدوا ان هم يستغيثوا بالناس اللي حواليهم. الناس اللي حواليهم جم، وفي حد طبعا تفضل شاكرا واخدها ووصلها لحد المستشفى. طبعا لما راحت المستشفى اخدت عدة غلس في دماغها، وكمان في عملية اتعملت في رجلها، لانه كمان ضربها في رجلها. طبعا المستشفى لما بيجي لها حالة زي دي، مع المنشور كمان اللي نزل، ابتدوا ان هم يتحركوا لحد المستشفى بناء على بلاغ من المستشفى ان جاي لهم واحدة بالحالة كذا كذا، وبتقول ان حبيبها وقفها في نص الشارع وعمل فيها كده. والموضوع ما عداش عليه حوالي ساعة، كان الناس منزلة كل بيانات الشخص ده، يعني بياناته لدرجة ان هم منزلين الرقم القومي بتاعه، وكل البيانات اللي تخصه، عنوانه ورقم تليفونه. واضح ان الناس اللي بتحبه كتير. ولو عايزين تعرفوا هي كتبت ايه بالظبط في المنشور، كتبت انا امبارح كان اصعب يوم عدى عليا. انا كنت مرتبطة بواحد اسمه محمد، وطبعا كاتبة اسمه بالكامل بس احنا مش هنقوله، واسم الشهرة كذا، وانفصلنا من شهر، وكان بيحاول يرجع لي واتكلم مع والدي في التليفون انه يبقى في حاجة رسمي، وبابا رفضه عشان شايفه مش مناسب. وبعدين هو كلمني وشدينا مع بعض في التليفون، وشتمني انا واهلي، وقفلنا، ونزلت السحر انا وصحابي، وكنت مروحة انا لوحدي مع صاحبتي. راح مزنق عليا بالعربية ونزل فتح الباب، وراح طلع الآلة الحادة من جيبه وغرزها في دماغي. طب الحاجة اللي أنا مش قادرة أفهمها، هو بابا كان قابل بالوضع الأولاني، بس الوضع التاني بتاع التطورات بتاعة الخطوبة بابا ما قبلش بيه؟ ده الحاجة اللي احنا مش قادرين نفهمها لحد دلوقتي. وإن هي كمان بتقول في المنشور إن بابا شافه إن هو مش مناسب. طب لما انتوا شايفينه مش مناسب كملتي معاه ليه؟ وأخدت 24 غرزة في دماغها، يعني واضح إن الموضوع كان غويط جدا وعميق. طبعا الشرطة لما جت لحد المستشفى ابتدت إن هي تحقق معاها وكلموا معاها، راحت قالت كل الأحداث اللي حاصلة دي، وقالت إن هي عايزة تعمل له محضر علشان هم يقبضوا عليه.
وطبعا الشرطة بكل سهولة قبضت على الشاب ده. كفاية يعني الناس اللي كانت بتحبه اللي نزلت كل بياناته بالتفصيل، يعني ده أي حد كان ممكن إن هو يروح لحد بيته. فالشرطة راحت وقبضت عليه، لأن طبعا اللي هو عمله ده جريمة. مش معنى إن أنت تزعل منها تتخانق معاها، أهلها يرفضوك أو مش عايزين تتجوزك، إن أنت تعمل الكلام ده. طبعا أول ما الشرطة مسكته وودته على قسم الشرطة، هو اعترف بكل حاجة وقال إن هو عمل كده. قال إن هما الاتنين كان في بينهم علاقة، وكانوا صحاب وكانوا بيحبوا بعض، وإن هي كانت معشماه بموضوع الجواز، ولكن فجأة قالت له بابا مش موافق فيك. طبعا الكلام اللي هو بيقوله ده كلام يعني غير طبيعي، لأن أنت سببت لها عاهة. إن هو بيقول أنا كنت بس بخوفها، مفيش أي شاب على وش الأرض له الحق إن هو يجي جنب بنت لمجرد إن هي مش عاوزاه. يا سيدي كانت حبيبتك، كانت خطيبتك، كانت مراتك، وكل واحد راح لحاله، الموضوع انتهى. ما ينفعش إن أنت تيجي جنبها، إحنا في بلد فيها قانون. منين ان انت جاتلك الجراءة انك تدي لنفسك الحق ان انت تعمل فيها الكلام ده؟ اولا هي هتاخد تقرير اكتر من 21 يوم، يعني معنى كده ان دي عاهة مستديمة، ودي هتبقى قضية ممكن ياخد فيها مدة طويلة جدا. بس واضح من الطرفين ان في عربية احدث موديل هنا وعربية احدث موديل هنا، وفي طبقة، يعني الطبقة اللي هم بتاعت الشباب اللي مش حاطين في دماغهم حاجة، ان كل حاجة متوفرة لهم. يعني معنى كده ان هو مش حاطط في دماغه موضوع اجيب شقة منين، اجيب عفش منين، ااكلها منين، اشربها منين. لا، بابي ومامي هيظبطوا الدنيا وهيمشوا العملية. أنا عايزة أسمع آراءكم في التعليقات. الذنب في الموضوع ده ذنب مين؟ هل ذنب الأهل، ولا ذنب البنت، ولا ذنب الولد؟ أنا من رأيي إن يعني حتى لو البنت مثلا بتتكلم مع شاب، ومثلا كانت قايله له ان احنا هتتجوز، وبعد كده اهلها لما ابتدوا ان هم مثلا يتحروا عنه او يسالوا عنه او يقنعوها ان هو مش مناسب، وبعد كده رفضته، ملوش الحق ان هو يعمل اي رد فعل ايا كان. خلاص، ده الزواج ده قبول ورفض، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ولكن ان انا بقى افكر واقرر واقعد ازنق، يعني معنى كده ان هو ماشي وراها لما كانت راجعه من السحور، راجعه يعني السحور ده كان بيخلص الفجر، يعني ممكن حوالي الساعه 4 او 5 الصبح. ف وهي راجعه فضل يزنق عليها في العربيه، يعني معنى كده ان ممكن يكون في حد بيقول له خط سيرها، او هو مراقبها مثلا، وابتدى ان هو يقف، وكمان تجيله الجراءة انه يطلع آلة حادة ويعمل فيها الكلام ده في دماغها وفي رجليها، وتخش عملية في رجليها وفي دماغها، تاخد 24 غرزة. يعني الجراءة دي واصلة لمرحلة ايه؟ انت ما انت عارف ان اخرة الموضوع انت كده عملت جريمة وهتتعاقب. ولكن يعني انا بكره الشباب اللي ما بيحكموش عقلهم في المواضيع، بصراحة ما بيحكموش عقلهم، بيحكموا بس ان هم عايزين يعملوا كده وبس. وطبعا الجريمة لا تفيد، كلنا عارفين. عايزة اسمع آراءكم في التعليقات، وبنختم كلامنا بدعائنا: اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض